السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عبد الله محمود من قناه عبود ريفيو. النهارده بقى رجعنا لكم بفيديو جديد بقى، والمنتجات الجديده اللي بتنزل في السوق المصري. شركه دوريتوس بقى عامله حاجه جديده كده، وهو مستويات في الحراره، يعني مستوى الحراره 1 ومستوى حراره 2 ومستوى حراره 3 اللي هو ده شكل كده الكيس. طبعا بقى انا بحب في الشركات بقى اللي هي ايه، بتحب تبتكر، يعني كل شويه كده، يعني ايه، مع انها شركات معروفه وكده، بس كل شويه تقوم عامله حاجه جديده تعمل ترند في السوق وبعد كده ايه تختفي. انا ما اعرفش تختفي ليه، بس عامه قلنا نجيبها نجربها مع بعض النهارده. معانا بقى اول كيس هنا، وهو مستوى الحراره 1. تمام، مكتوب هنا حتى كمان ايه حريف، وتقدر على اللي جاي، اللي هو يعني لسه في جاي مستوى ثاني ومستوى ثالث. نفتحه بقى مع بعض كده. ده كيس ب 7 جنيه. طبعا ريحه الدوريتوس المعروفه اللي هو بطعم الفلفل الحلو ده شكله كده. طبعا هم ب 7 جنيه، بس هم ايه كبروا كيس وقللوا الكميه، حاجه زي الفل. ده كده شكل الدوريتوس من جوه دوت اللي هو الحريف، اللي هو مستوى الحراره 1. صراحه احسن حاجه بحبها في دوريتوس يعني ان التوابل بتاعتها بتبقى كتير. المهم بقى ندوها ونقول بسم الله. ده عادي جدا، ده عامل زي اللي هو الدوريتوس الحار نار العادي، يعني هم بس هو كل اللي عملوه ان هم غيروا شكل الغلاف بتاعه. مستوى حراره 1 دوت عادي جدا، اللي هو حرارته حاجه على الخفيف كده. نخش بقى على اللي هو مستوى الحراره 2 اللي هو دوت. انا مش عارف بقى ايه الكلمه اللي مكتوبه دي، يعني ده مكتوب الاول مكتوب عليه حريف، والثاني ده مكتوب عليه مخيف. دي الكلمه دي يا جماعه لو حد عارف يقراها اكتبها لي برده في الكومنتات. معرفش ايه دي الصراحه، بس هو كاتب هنا ايه لسه اللعبه هيسخن. احنا بقى نفتحه مع بعض كده بقى ونشوفه. ده الكيس ابو 5 جنيه. ده شكله كده من جوه برده. طبعا زي ما انتم شايفين كده برده كميه بقت قد كده، يعني ب 5 جنيه والكميه بقت قد كده. كان الاول الله يرحم ايام زمان كان الكيس كده ب 5 جنيه كان مليان. نشوف بقى شكل الدوريتوس من جوه عامل ازاي، اللي هو الايه اللي هو الحراره الثانيه دي، نفس الشكل الاولاني، مفيش اي اختلاف. هل بقى بيبقى في اختلاف في طعم بقى او في الحراره زي ما هم كاتبين؟ نشوف بقى بسم الله. هو الصراحه طعم الشطه باين فيه سنه زياده عن الاولاني، بس برده مش اللي هو لو انت ليك في الحر قوي، يعني ممكن ده يبقى ايه، يعني مالكش في الحر قوي في المتوسط ده يعجبك تمام يعني. بس برده مش اللي هي اللي انت لو بتحب الحر قوي اللي هو ايه هيعجبك قوي، لا عادي، حراره بسيطه جدا، مش اوفر يعني كده. بقى نخش على المستوى الثالث بقى اللي هو ايه المخيف. انا بالنسبه لي انا بموت في حاجه اسمها حر، فلفل حر بقى، اي حاجه حاره في الاكل لازم يبقى فيه شطه، لازم اي اكل عندي يبقى فيه شطه. فالاكل الحر ده ما بيدوش معايا يعني. نخش بقى على اللي هو المخيف بقى، ومكتوب لك هنا بقى ايه كده جبت اخرها. نشوف اخرها ده فعلا هنعرف نجيبه ولا لا. نفتح بقى مع بعض كده، نفس الكميه بالظبط، مفيش اي اختلاف. ندوق كده مع بعض ونقول بسم الله. لا بصوا، ده الصراحه احر منهم هما الاثنين الصراحه. هي فعلا مستويات. طبعا الشطه برده مش اللي هي الاوفر، لو انت بتعشق حاجه اسمها شطه زي حالاتي كده مش هيفرق معاك، هتاكل المستوى 3 دوت ولا اكنك كلت شطه اصلا، حاجه بسيطه جدا كده. انما طبعا لو انت ما بتحبش الشطه، انا اعرف ناس اللي هو الشيتوس بالليمون دوت ما بيجيش معاه سكه، مع انه حاجه بالنسبه للناس اللي بتحب الشطه مش حوار يعني. بس هو فعلا يعني ايه المستوى بيزيد كل شويه سنه بسيطه جدا، مش حوار برده يعني، ما فيش اختلاف كبير جدا بين 3 و1. بس كده هو برده ايه حركه جديده زي ما قلت لكم كده، شغل ماركتنج بقى من شركه دوريتوس، حاجه جديده يطلع يعمل بقى ترند كده يمشي بقى الدنيا، مستويات وحراره ومش عارف ايه. بس كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان ايه نشجع ان احنا نعمل فيديوهات كتير جدا الفتره الجايه. بس كده كان معكم عبد الله محمود من قناه عبود ريفيو، وسلام.